إذن مشاهدينا، مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم الثلاثاء 16 من سبتمبر 2025 نحن أمام حدث فارق يعيد رسم المشهد برمته. المقاومة الفلسطينية تعلن رسميا انطلاق عملية واسعة النطاق تحت اسم وعد الآخرة. وكما نشاهد في هذه الصور التي تصلنا الآن من الإعلام العسكري للمقاومة لحظة إطلاق عشرات الصواريخ التي انطلقت في رشقات متتالية مستهدفة مواقع حساسة في كل من عسقلان وتل أبيب. إذن يبدو أننا أمام يوم كبير فعلا وتصعيد خطير بكل المقاييس، حيث المقاومة الفلسطينية مشاهدينا أعلنت قبل قليل مسؤوليتها الكاملة عن تنفيذ عملية وعد الآخرة فجر هذا اليوم الثلاثاء 16 من سبتمبر، وهي عملية وصفت منذ اللحظات الأولى بأنها الأوسع منذ 7 من أكتوبر. وحتى الآن العملية لم تقدم على أنها رد محدود أو ضربة تكتيكية عابرة، بل كخطة عسكرية متكاملة. عشرات الصواريخ أطلقت في توقيت واحد وفي رشقات متتالية متجهة إلى مواقع حساسة في عسقلان وكذلك في تل أبيب أيضا. وكما نشاهد في هذه الصور التي يبثها الإعلام العسكري للمقاومة، جرى التركيز على توثيق لحظة الانطلاق من زوايا مختلفة في رسالة واضحة بأن ما يحدث ليس مجرد حدث عابر، بل بداية مرحلة جديدة ترسم معالمها الآن بالنار والدخان. ننتقل إلى هذه الصور التي تصلنا الآن والتي تظهر لحظة تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة داخل تل أبيب وكذلك في مدينة عسقلان الواقعة إلى الجنوب على بعد نحو 50 كيلومترا من تل أبيب. كما نلاحظ حالة من الهلع سيطرت على المستوطنين في هذه اللحظات، حيث بدأ الارتباك واضحا في الشوارع وفي محيط الأبنية السكنية. اللافت مشاهدينا أن هذه الصور لم تأتي من موقع واحد، بل من عدة مواقع متفرقة، وهو ما يؤكد أن الرشقات الصاروخية وجهت إلى أكثر من محور في وقت متزامن. وهنا يجب أن ننوه مشاهدينا، عسقلان تحديدا تعتبر حلقة وصل بين الجنوب والوسط الإسرائيلي، وضربها يعني استهداف شريان أساسي يربط العمق الساحلي بمواقع عسكرية حيوية وقواعد حساسة. وفي هذه اللحظة ننتقل مباشرة إلى مقطع من مدينة عسقلان، حيث كان رئيس البلدية يتحدث على الهواء عبر إحدى القنوات العبرية، لكن كما نلاحظ مع تفعيل صفارات الإنذار توقف عن الحديث بشكل مفاجئ وهرع مسرعا لمغادرة موقعه أمام الكاميرا. هذا بحد ذاته يلخص طبيعة ما يجري الآن، وهذه المشاهد بمضمونها وتوقيتها تكشف عن حجم الأثر المباشر الذي خلفته عملية وعد الآخرة، حيث لم يقتصر الأمر على إطلاق الصواريخ، بل على إيصال رسالة واضحة: العمق الإسرائيلي لم يعد بعيدا عن دائرة الاستهداف. وطبعا نحن بانتظار التأكيدات الرسمية حول مواقع سقوط هذه الصواريخ بدقة وما خلفته من آثار على الأرض. لكن قبل ذلك نعود ونذكر ببيان المقاومة الفلسطينية الذي صدر فجر اليوم الثلاثاء 16 من سبتمبر 2025، وأعلن فيه رسميا عن انطلاق عملية وعد الآخرة. جاء في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقا من واجبنا الشرعي والوطني في الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، تعلن المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة تحت اسم وعد الآخرة. وقد بدأت العملية عند ساعات الفجر الأولى برشقات صاروخية كثيفة استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في كل من عسقلان وتل أبيب. إننا نؤكد أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في غزة والضفة والقدس، ونعلن أن ما بدأ اليوم لن يتوقف حتى يتوقف العدوان.
المقاومة بأبناء شعبنا في كل الميادين إلى مؤازرة هذه المعركة التاريخية، وتؤكد أن المستقبل يحمل المزيد من المفاجآت، وأن الاحتلال لن ينعم بالأمن ما دام يعتدي على أرضنا وشعبنا. إذن هذا هو البيان الرسمي الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية مع فجر هذا اليوم، وكما استمعنا فإن الرسائل فيه واضحة وصريحة: العملية ليست عابرة بل بداية مرحلة جديدة عنوانها وعد الآخرة. المشهد على الأرض يعكس مضمون البيان: رشقات صاروخية واسعة ومتزامنة طالت أكثر من محور في آن واحد، من عسقلان جنوبا وحتى تل أبيب في العمق، وهو ما يؤكد أن هذه العملية جرى التخطيط لها بعناية وجاءت بحجم لم يشهده الداخل الإسرائيلي منذ أشهر طويلة. التأثير المباشر سواء في عسقلان أو في تل أبيب التي تمثل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي يجعل من هذه الضربة نقطة تحول لا يمكن تجاوزها بسهولة، وعليه فإن عملية وعد الآخرة باتت اليوم في صدارة المشهد الإقليمي والدولي، ومعها ارتفعت وتيرة التساؤلات: كيف سيتعامل الاحتلال مع هذا التطور النوعي؟ وإلى أين قد تتجه المواجهة في الساعات والأيام المقبلة؟ اسم العملية مشاهدينا كما أعلنته المقاومة وعد الآخرة، اسم ثقيل في دلالاته، يعني بالتأكيد لم يأتي اعتباطا، فهو محمل بدلالات دينية وتاريخية، ويعكس إرادة في تصوير ما يجري كمرحلة فاصلة تحمل رسائل أبعد من مجرد عمل عسكري ميداني. اختيار هذا الاسم بحد ذاته يراد منه الإيحاء بأن ما يحدث الآن هو مواجهة تتجاوز حدود اللحظة، مواجهة تراد لها أن تسجل كمنعطف كبير في مسار الصراع. بطبيعة الحال في مثل هذه الأوضاع تبقى كل الأنظار على ما قد يعلنه الجانب الإسرائيلي سواء على المستوى السياسي أو العسكري، وسط توقعات بردود قاسية أو حتى قرارات استثنائية. ننتقل الآن مباشرة إلى كلمة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زمير تعليقا على هذه التطورات. إلى قيادة حماس ومن يقف خلفكم: استمعوا جيدا، قواتنا في حالة جهوزية قصوى، ومنظوماتنا منتشرة وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع أي تهديد فورا بحزم ودقة. تذكروا ماذا حصل بعد 7 أكتوبر. لقد دفعتم ثمن اعتداءاتكم وشهدتم كيف كانت ردة فعلنا حاسمة ومستمرة. من جرب الاعتداء على مواطنينا ندم على ذلك، ورأى كيف تترجم الإرادة الوطنية إلى عمل ميداني دائم حتى تحييد التهديدات. نقف اليوم أمام اختبار آخر لعزيمة هذا الوطن. إلى شعب إسرائيل: قواتنا تعمل بلا كلل لدرء الخطر عنكم. التزامنا حماية المدنيين والالتزام بالقواعد المهنية ثابت، وسنستمر في تنفيذ المهام التي تحمي وطننا وتعيد الأمن والاستقرار. نحن على هبة الاستعداد، ومن يختبرنا سيكتشف أن الرد الإسرائيلي قائم، دقيق ومدمر عند الضرورة.